كلمة مسلم كانت موجودة على عهد نبي الله داوود عيسى ونبي موسى، وكل هؤلاء كانوا مسلمين. يا قوم لا تستمعوا إلى أحد لأن دينكم واضح، دينكم فطري. Is Jesus shall be the sign for the coming of the hour. Does that mean Jesus will come as the final prophet? Or is Muhammad, or Prophet Muhammad, the final prophet? وإنه لعلم للساعة. إنه لعلم للساعة. إنه يعني هو اللي يدينا علم ساعة. علم ساعة ما حدش يعرفها. كتاب معجزة ومنهج القرآن. وإنه لذكر لك ولقومك. معنى أمي يعني إيه؟ أمي يعني زي ما ولدته. يعني لم يأخذ ثقافة من مساويه. من قبله أي من قبل نزول الكتاب عليه من كتاب ولا تخطه بيمينك. قوله من قبل يدل على أنه من الجائز أن يكون بعد الكتاب علم كيف يقرأ وكيف يكتب. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل ما تجيلك فرصة إن أنت تتدبر القرآن، كل ما تسمع آية في ميكروباص، كل ما تقرأ وأنت بتقرأ الورد بتاعك، جالك فرصة وسمعت آية في التلفزيون في أي مكان كان، تتدبر الآية دي، تحاول تفهم الآية دي عايزة تقولك إيه. كل آية في حد ذاتها هي قصة، آية واحدة بس ممكن تبقى قصة، فأنت في إيدك بقى تحل اللغز بتاعها، تشوفها هي لغز أصلا ولا أنت بس كل حكاية محتاج تدور في معاني اللغة. الموضوع بسيط خالص لو أنت حبيت تدور فيه، لكن لو أنت مش حابب تدور وبتسمع الكلام كأنه بيمر عليك كده مرور الكرام وأنت مش فاهم حاجة من الآية، يعني تبقى أنت من الآخر كده يعني مش من الناس أولي القلب اللي ربنا كان بيتحدث فيهم إن هم بيفكروا في كل حاجة ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وقالوا ربنا ما خلقت هذا سبحانك فقنا عذاب النار. دي الناس اللي ربنا هينجيها. لذلك ربنا قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين وقليل من الشاكرين وقليل من المؤمنين وقليل كانوا مؤمنين. يحث المؤمنين إن هم قليل جدا وقليل من عباده الشكور وقليل. فأنت خليك من القليل دول حتى تنجو. دي كانت مقدمة بسيطة، لكن اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة هي معاني القرآن اللي ليها علاقة كمان بجغرافيا كلمة مدينة وكلمة مصر. ايه هي مصر او الجغرافيا بتاعتها، وايه هي مصر القرآن او مصر، وايه هي كلمة مدينة، وايه هي كلمة قرية او قرية او قرى، وايه هي القرية التي باركنا فيها، وايه هي القرى التي حولها، وايه هو جبل الطور الايمن، وايه هو جبل الغربي، لان يعني في طور ايمن وفي طور غربي، وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا. فدي حاجات كلها غيبيه ربنا سبحانه وتعالى علمها لنا في القران. احنا بقى عايزين نعرف الجغرافيا بتاعتها هي فين، الحاجات دي فين، لان كل كلمه في القران تعني مكان محدد، مش مجرد مدينه او قريه في مكان ما او مكان مبهم أو كده. لا، مصر دي حاجه واحده، او مصر أو مدينة دي برضو مكان واحد، دي جغرافيا. لذلك أقصى المدينة برضو ده مكان واحد ليه علاقة بالمدينة. فجغرافيا القرآن محددة جدا، مش مبهمة، مش عشوائية، مش مكان وخلاص، لأ، كل مكان ما بيتغيرش من آية لآية. القرآن كله في المجمل حاجة واحدة، قصة واحدة. لو عرفت ربنا يقصد إيه بالمدينة تعرف يقصد إيه في كل مرة قال فيها ذكر كلمة المدينة. لو عرفت ربنا يقصد إيه بكلمة القرية في كل مرة هتقرأ فيها كلمة القرية هتبقى فاهم ربنا يقصد إيه. جغرافيا ما بتتغيرش وما بتتجزأش، فأنت بس كل المطلوب منك إنك تدور وتبحث الأماكن دي فين من القرآن نفسه برضه، يعني مش هنجيب من مكان بعيد، يعني من القرآن. وبعدها على طول تحتاج بس فكرة اللغة، لسان العرب كان يقال الكلام ده على وقت لسان العرب أو على وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقال إيه للمكان ده فين. العرب لما كانوا بيقولوا على الغربي كانوا بيقولوا إيه، يعني كانوا بيقولوها على إيه دلوقتي، كانوا بيقولوها على إيه في الجغرافيا، إيه في الجغرافيا يتناسب مع قول الغربي في القرآن. والأقاويل اللي جات لنا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على إيه هو الغربي. تمام. فهنعرف الكلام ده في الفيديو ونتوكل على الله. بسم الله. المفروض أول حاجة هنعرفها يعني إيه مصر في لسان العرب. احنا قلنا مصر في اللغة المصرية القديمة إيه؟
لكن احنا عايزين نعرف مصر معناها ايه في لسان العرب. لسان العرب يختلف طبعا، لأن العرب كانوا دايما واخدين مصر إن هي الحدود أو الحد ما بين أفريقيا وآسيا. هم قاعدين في آسيا في الجزيرة، فلما كانوا يحبوا يخشوا أفريقيا كانوا مفيش مدخل واحد على الأقدام إلا مصر، أو سيارة أو رجالة. في الحالات دي كلها كانت مصر، إلا عن طريق السفن هي اليمن، أو عن طريق السفن برضو خليج العقبة والسويس. فدي كلها يعني بتشرح لك يعني إيه مصر. مصر كانت دايما المدينة اللي فيها مباني عريقة وأسوار، أو مباني ضخمة زي إيه؟ زي الأهرامات كده. فده بالنسبة للعرب مصر. مصر كانت مدينة التشييد اللي كان فيها مباني ضخمة زي هرم ذات العماد أو الأهرامات. فدي كانت مدينة المباني الضخمة أو المشيدة أو المبنية باليد، حاجات مبنية باليد. فدي كانت مدينة البناء. والآية اللي بتذكر كلمة مصر فدي معناها إن الهبوط نفسه في حد ذاته اللي كان بيكلمهم فيه سيدنا موسى، إن حضرتك هبطت من المدينة المقدسة. وده اللي احنا هنتكلم فيه بعد كده. كلمة المدينة دي مكان مقدس، فحضرتك بتقول لي لا أنا عايز آكل وأشرب، فأنت بتفكر في الأكل. لا، ارجع تاني مصر، المدينة المشيدة بيد البشر، تمام، يد البناء البشرية. دي هبوط، انت كنت في منزلة ان انت حرفيا حول القدس، كنت بجانب القدس عند المسجد الاقصى. فانت حضرتك عايز ترجع تاني للذلة والمسكنة، ترجع تاني للذلة اللي انت كنت فيها في مصر. فقال اهبطوا مصر، مصر اللي كلها بشر، يعني انت خلاص خلعت نفسك من القداسة ورايح مصر مدينة التشييد البشرية. اهبطوا مصر، يعني انتوا هبطوا كنتوا عند القداسة، عايزين تهبطوا للبشرية والذل والاستنكار اللي انتوا كنتوا عايشين فيه والذلة اللي انتوا كنتوا فيها. فرجعوا تاني للذلة اللي انتوا حابينها. ولذلك قال وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا ضربت عليهم الذلة والمسكنة لأن هم كانوا اوريدي في ذل. فأنت رايح في مكان أنت كنت اوريدي بتعبد فيه، كنت حرفيا كانوا عبيد، فأنت رايح في مكان أنت كنت مجرد عبد فيه. فلازم تتعامل نفس المعاملة، اللي هو أنت مش هيقدروا، المجتمع نفسه مش هيقدر يشوفك حاجة عالية تاني. فده معنى كلمة ضربت عليهم الذلة والمسكنة. نيجي للشق الرباني بقى، ربنا عمل فيهم إيه لما خالفوا أمره؟ الجانب الرباني إن ربنا قال وباءوا بغضب من الله. يبقى ضربت عليهم الذلة والمسكنة دي حاجة، وإن ده مش من ربنا سبحانه وتعالى، ده من المجتمع. وكلمة وباءوا بغضب من الله دي شق تاني. بعتذر، أنا قلت قبل كده إن مصر هي اليمن، لأن أنا ربطت ما بين، للأسف يعني اتلخبطت وربطت ما بين الفترة مع سيدنا سليمان وداوود عليهم الصلاة والسلام، وربطتها بالتقطيع وقت سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم. فده كان خطأ مني وسامحوني، لكن الصح في الأصل في الموضوع إن مصر هي برضو مصر الدولة المعروفة، أو مصر اللي انتوا عارفينها يعني، مش اليمن خالص. لكن السبي البابلي لما جه بعد على طول سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام، السبي البابلي لما جه تقريبا ما كانش في حتة يهرب ليها اليهود من القدس إلا اليمن. مملكة اليمن برضو دخلها البابليين، طبعا ما لقوش مكان يهربوا له غير الهند وأثيوبيا عن طريق البحر. فعشان كده هتلاقي يهود كتير في المناطق دي لحد وقتنا هذا. خافية كان أعظم يعني، ده من بره كده بس تشوش. وحتى في يهود لحد دلوقتي من بني إسرائيل موجودين في اليمن لحد دلوقتي بشهادة اليمنيين نفسهم. مدينة القرآن ده الشق التاني اللي هنتكلم فيه النهارده. مدينة في القرآن هي معناها في اللغة الأول في لسان العرب إن اسم الفاعل من الدين هو المدين، يبقى المكان ده متدين، المجتمع ده متدين فاضل في كل السمو والسمحة والخلق العليا والسمات العليا في أي اللي ممكن تكون في مجتمع ما. ده المجتمع الفاضل. فدي كلمة المدين لوحدها، يبقى المجتمع المتدين دي اسم الفاعل من كلمة الدين، يبقى المدين. التاء بقى الأخيرة، احنا عارفين ان التاء المربوطة تنطق تاء برضو، فهنقول المدينة. اتكلمت في موضوع التاء الشدة والمبالغة قبل كده في سورة التكوير، هتلاقوا الشورت موجودة على القناة.
لكن برضو نقول معناها تاني، تاء الشدة بتضاف لأي شيء عشان توحي بشدة ومبالغة الفعل. يبقى المجتمع الفاضل ده مش مجرد مجتمع فاضل، لا ده هو ده أسمى وأفضل مجتمع فاضل موجود ومتدين في جميع الأرض. تمام؟ فلما أجي أقول لك المدينة الفاضلة يبقى مفيش أفضل منها. تمام؟ يبقى هي في التدين مفيش أفضل منها، هي أقصى شيء ممكن يوصل له تدين. تمام؟ يبقى المجتمع المتدين ده ما يقدرش يوصل لدين أكتر من كده. فدي معنى كلمة مدينة في القرآن، يعني يقصد بها مكان واحد فقط. حتى في لسان العرب واللغة هتلاقيه معنى القدس. فمدينة القرآن هي القدس، كل مدينة في القرآن هي القدس فقط. طب الحدود بتاعتها اسمها أقصى المدينة. يبقى جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، برضو بلغ بيها في قال يا قوم اتبعوا المرسلين. فده أقصى المدينة. يقصد بها إيه كجغرافيا؟ إحنا دايما بنقول اللغة والجغرافيا. الجغرافيا بتاعت أقصى المدينة اللي عندها المسجد الأقصى هتلاقيها الأردن وعمان. هو ده الحدود بتاعتك. طب الطور دي سلاسل جبلية بتحيط القدس كلها. القدس كلها، المدينة القدس كلها تحاط بجبال الطور. لكن في شقين مشهورين جدا في القرآن. الطور الأيمن، وده ربنا مميزها كده. الطور الأيمن اللي ربنا مميزها بيها دي دلوقتي جغرافيا الآن على الخرائط اسمها جبال الزيتون. كان بيدفنوا فيها اليهود كلهم على أساس إن ده المكان اللي كان بيجي منه، أو المكان اللي كان بيستقبل منه الوحي تقريبا جميع الرسل، سيدنا إبراهيم وسيدنا عيسى وتقريبا جميع الرسل المشهورين قديما كانوا دايما يصعدوا على هذا جبل الزيتون جانب الطور الأيمن. هو ده الطور الأيمن، معناها الجبل الطور الأيمن، لأن الطور زي ما احنا قلنا محاوط. تمام؟ فمعنى كلمة جانب الطور الأيمن، الطور الأيمن نفسه يعني الجزء الأيمن من الطور، لأن احنا قلنا إن هو بيلف. نيجي للجانب الأيسر، ربنا يذكره في القرآن باسم وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا. يبقى ربنا قضى لموسى إن هو هيبقى من الرسل. قضى إمتى؟ أو قضى فين؟ قضى في الغربي. طور برضو جبل الطور الأيسر أو الغربي، ده اللي اتجاهه ناحية الغرب، اتجاه البحر المتوسط. برضو هو يقصد الطور اللي محيط بجميع القدس، لكن في جزء أيمن ناحية الشرق، في جزء غربي ناحية اليسار أو ناحية أو اللي هو الطور الأيسر. فدي جغرافيا القرآن، يعني دي الجغرافيا الواقعية للقرآن. هو سلاسل جبلية محيطة بالقدس، مش مجرد جبل واحد أو اتنين، لا هي سلاسل جبلية محيطة بالقدس. تحس إن هي حماية كده عشان تعلم لك سبحان الله، يعني تضاريس طبيعية تعلم المدينة اللي يقصدها القرآن، أو المدينة اللي فضلها الله على العالمين كله أو على العالم كله. المكان المقدس اللي اختاره ربنا على العالم كله، عشان كده هي مسماة بالأرض المقدسة أو القدس. فتحس إنها تضاريس ربانية ربنا حاططها عشان يحدد حدود المدينة. قرية في اللغة معناها في لسان اللغة الضيف. فربنا طبعا بيقول على المدينة هي الباقية الصالحة الفاضلة، وأي مكان تاني ده فيه كفار ضيوف. معنى كلمة قري أو يستقر ده معناها ضيوف، جاي من الاستقراء أو الاستقرار أو القري أو القرية، دي كلها معناها الضيوف الطالبين الطعام كالضيف. فمعنى احنا كنا فاكرين القري أو الاستقرار أو الاستقراء أو كده، ده معناها ان انت خلاص ده مكان انت مبارك، او مكان انت فاضل فيه على طول، او مكان انت تستجلس فيه بشكل دائم يعني. لكن في اللغة القرية او اللي بيطلب الضيافة هي معناها كده بالظبط، ان انت مش هتقعد كتير، مش هتطول في قعدتك، لست ستجلس هنا بشكل دائم. يعني معنى كده ان كل قرية في القرآن هم ضيوف في أرض الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. قرية في اللغة هي المكان
الاستضافة. مكان الاستضافة لأن ربنا سبحانه وتعالى مهما طال في عمرك ومهما طال في أجيال قادمة هو المكان اللي أنت هتستضاف فيه إلى حين ينتهي اختبارك في الحياة. لأن ربنا سبحانه وتعالى بيوحي لك إن كل مكان أنت جالس فيه دلوقتي هو مجرد ضيافة من ربنا سبحانه وتعالى على أرضه. مين بقى اللي سيرث الأرض أو يستخلف الأرض؟ عباد الله الصالحون. الأرض يرثها عبادي الصالحون. صدق الله العظيم. لازم يكونوا تمام على منهج الله سبحانه وتعالى. ازاي تفرق إذا كنت أنت من أهل القرى أو من أهل المدين أو أهل الدين؟ أهل الدين يبقى أنت حد متدين، يبقى أنت حد ماشي تبع منهج الله، كده أنت من أهل الدين، كده أنت من أهل المدين. تمام. أما المدينة دي إحنا قلنا على القدس، لكن أهل الدين يبقى أنت ماشي على منهج الله. يبقى كل مكان ماشي على منهج الله لن يمسه العذاب قبل يوم القيامة بنص القرآن. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها، دي لكل مكان لا يسير على منهج الله. أما المكان اللي بيسير على منهج الشيطان أو القرى التي تتبع الهوى يعني مش منهج الله، فدول يحق عليهم العذاب. مثل الآية اللي احنا بنقولها إن هي الناس كلها داخلة النار داخلها إن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن في سورة مريم على لسان جبريل عليه السلام يقول وإن منكم إلا واردها. يعني إيه من منكم إلا واردها؟ وارد الأعراف. وارد الأعراف دي إحنا فاكرين إن هي الصراط، ده مكان حد بيعدي عليه فبيقع أو الكلام ده كله. لأ، الأعراف دي مكان أنت بتنتظر فيه عشان الحساب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لم يدخلوها وهم يطمعون، لسه هم في مرحلة الانتظار. كل واحد منتظر بيبقى شايف، بيقول ده سمات أوجه أهل النار، ده سماته وجوه أهل الجنة أو جنة. فده معنى كلمة الأعراف. الأعراف دي جبال، فده معنى كلمة الأعراف، مكان بينتظر فيه الناس لحين يأتي موعد حسابهم. والله سريع الحساب طبعا مع المؤمنين المسلمين الصالحين. أما إن منكم إلا واردها، فهو ده معنى إن هم هيشوفوا التوريد أو الورد في اللغة، معناه إن الناس كلها هتروح المحشر هتبقى قصاد النار شايفاها. ده التوريد، ده الورد. تمام. ومن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فأولئك هم الفائزون. تمام. يبقى أنت بتزحزح، أنت لسه ما دخلتش. ده معنى كلمة وإن منكم إلا واردها. واردها يعني أنت هتشوفها، لازم يتم توريدك عشان تشوفها. لكن الحمد لله ربنا بينجي المؤمنين ويزحزحوا وبيدخلوا الجنة، لكن مش بيدخلوا النار ذات نفسها يتعذبوا. أو جغرافيا كلمة قرية في القرآن. قرية القرآن في قرية مباركة وفي بقية القرى اللي حولها، وأم القرى كمان. إيه هي أم القرى؟ يعني إيه؟ أم القرى مش مكة خالص. أم القرى دي اللي هي دلوقتي حاليا البتراء. أم القرى دي اللي هي بيأتي منها الشر كله، بيأتي منها كل قري، كل ضيف على الله، كل اللي بيكفروا بالله سبحانه وتعالى. دلوقتي اللي احنا قلنا عليها اللي كان فيها برضه متعارف إن كان فيها قوم ثمود والذين جابوا الصخرة بالواد وكده. جغرافيتها فين؟ أم القرى جغرافيتها في البتراء دلوقتي. البتراء دي في السعودية، اللي هي كان متعارف عليه موقع قوم ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. الوادي اللي هو المكان ده اسمه الوادي، وادي رم، أو المكان اللي فيه البتراء ده اسمه الوادي، معروف يعني من زمان باسم الوادي. فده الوادي اللي ربنا سبحانه وتعالى يقصده، إن هم جابوا الصخر وعملوا منه بيوت وعملوا من الجبال بيوتا وينحتون يعني ربنا سبحانه وتعالى بيخاطبهم بيقول أتخلقون بكل ريع آية تعبثون. يعني انتوا بتلعبوا، انتوا عمالين تعملوا بيوت وأحجار ضخمة وعظيمة وخلاص، انتوا مش عارفين انتوا بتعملوها ليه أصلا. ده حتى لو شفت البتراء هتلاقيها معظمها كده، يعني بيوت وأشكال فاضية خاوية يعني. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول للناس انتوا كل شوية بتعدوا على مساكنهم، يعني شفتوها خاوية. الناس اللي عملت حاجات عظيمة دي شفتوا أماكنها خاوية، ازاي ما تأثرتوش يعني. سبحان الله، القرآن في الجغرافيا بتاعته يعني واضح وصادق قوي، بس احنا ما بندورش يعني. فده معنى كلمة أم القرى. ومتعارف برضو إن كان في بردية مصر إن كان في 8 أيام عظام كان فيهم رياح عاتية يعني.
وقضت على كل حاجة تقريبا، ما كانش في حد من ساعتها، كانت الطبيعة. وحتى من شدة الحدث يعني يقال إن ما كانش في حاجة من الطبيعة موجودة. حتى نتر دي معنى كلمة طبيعة في الهيروغليفية. وردية تورين بتقول إن كان في 8 أيام، وده يعني يقارب أو يرادف ليها كلمات القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم: سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. يعني هم كانوا 8 أيام أشداء، رياح عاتية خلتهم كجذوع نخل خاوية. يعني الناس دي كانت طويلة جدا عاد طبعا. أما القرى التي باركنا فيها فهي الشام، لأن هي بجانب الأرض التي باركنا فيها اللي هي برضو القدس. هي دي القرية التي باركنا فيها. احنا قلنا إن كل مكان خارج الطور، خارج جبل الطور أو جبل يهوذا دلوقتي، هو قرية. بين المكان هو الشام، يعني الشام ربنا بارك فيها. المكان اللي فيه بركة تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيرزقه الطبيعة. كل مكان فيه بركة ربنا بيرزقه بالطبيعة. لذلك هتلاقي الفرق شاسع وواضح جدا جدا ما بين الجزيرة اللي هي في نفس المكان اللي فيه القدس، نفس القارة، نفس المنطقة تقريبا، نفس يعني المساحة الجغرافية هي الجزيرة، لكن مكان واحد بس مبارك فيه، اللي هو المنطقة اللي فيها لبنان وسوريا ومنطقة القدس. مكان مبارك فيه بشكل غير طبيعي. طبيعة هناك طاغية بطريقة غريبة. مجرد ما عديت البحر الميت بتلاقي كمية قحل وصحراء مش مفهومة. تحس إن هي المكان ده زي ما بيقولوا كده مقحل، مفيش مكان ملوش علاقة أصلا بالبركة. أم القرى طبعا مش مكة. مكة فيها المسجد الحرام. قرى سبأ بقى مذكور فيها آية جميلة جدا بتشرح مكان اليمن أو سبأ، لأن طبعا دلوقتي حتى الآثار التاريخية اللي موجودة أو اللوحات الطينية اللي موجودة اللي بتذكر أماكن قريش وسبأ موجودة دلوقتي في اليمن. فخلاص سبأ احنا متأكدين وعارفين إن هي كانت في اليمن. كانت مملكة سبأ المذكورة في عهد نبي الله أو الملك سليمان عليه الصلاة والسلام. ففي آية مذكورة جميلة جدا: أن وجعلنا بينهم في سبأ في اليمن وبين القرى التي باركنا فيها. تمام، عشان لما يجوا يسافروا يروحوا هناك قرى أخرى ظاهرة، يعني قرى تانية، عشان ويسرنا لهم السير سيروا آمنين. يعني إيه؟ يعني في قرى كتير قوي ممهد فيها السير عشان تسير بأمان، وجعلناها قرى يعني في ناس عايشة فيها، يعني مش مكان للحرامية، مش مكان تجمع بشري، مكان للسكن. تمام، فعشان كده ممهد إن أنت تسير فيها وأنت مطمن. فلذلك ربنا قال: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى أخرى ظاهرة باينة وواضحة، عشان تعرف تسير وحفظت الطريق خلاص. سيروا ليال آمنين. فكانت آية بتوضح لك جغرافية حتى المكان، لو انت خدت بالك، لأن مفيش مكان تاني غير اليمن. المكان ده بيوضح لك هو ربنا يقصد ايه على الأرض التي باركنا فيها أو القرية التي باركنا فيها. أما البحر في القرآن أو النهر فهم يأتيان بنفس المعنى. فاليم ممكن يعني البحر وممكن يعني النهر. ده مالوش أي علاقة بأن اليم هو النهر، مفيش الكلام ده خالص إطلاقا. البحر جاية بمعنى النهر والبحر عادي، واليم تعني البحر والنهر عادي خالص. ليه؟ لأن احنا في مصر في أحداث إلقاء أم موسى لموسى في النهر أو في نهر مصر، فقال لها الله أن اقذفيه في التابوت فألقيه في اليم. تمام، دي حادثة في مصر وفي نهر النيل. أما عندما قال في انشقاق البحر الأحمر، المعروف طبعا انشقاق كان في البحر الأحمر، فربنا قال فنبذناهم في اليم، وقال فأغرقناهم في اليم على حادثة غرق فرعون. معنى كده إن اليم ساعات بتعني النهر وساعات بتعني البحر. فطبعا اليم مش النهر خالص إطلاقا، مش مخصصة للنهر فقط، وبرضو اليم مش مخصصة للبحر فقط، ساعات بتيجي كده وساعات بتيجي كده في القرآن. كلمة اليم في اللغة فهي تعني أكتر الماء أو مجمع الماء اللي بجانب القرية اللي انت عايش فيها. فمعنى كده ان انت لو عايش مثلا، بيشير لأن مجمع الماء دوت سواء كبير أو صغير هو جانب المدينة، جانب المكان اللي انت عايش فيه.
فحتى لو انت عايش في قرية او عايش في قرية بالنسبة للقرآن انت عايش في قرية مصر، فبالنسبة لك المكان إذا كان بحر أو نهر لكن هو بجانبك أو يمك فهنسميه يم. كذلك البحر الميت فهو بجانبك أو بجانب المكان اللي انت عايش فيه فهنسميه اليم. كذلك النهر في المكان اللي انت عايش فيه فهنسميه اليم. كذلك البحر اللي غرق فيه فرعون عشان هو بجانب المكان اللي انت عايش فيه فهنسميه كذلك لما يغرق فيه فرعون هنسميه وأغرقناهم في اليم. القرية التي كانت حاضرة البحر فلذلك ربنا قال البحر. بحر معناه اتساع، مكان واسع جدا. ولذلك هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى برضه في ذكر أحداث موسى عندما كان يريد أن يبلغ مجمع البحرين. مجمع البحرين دوت ملوش أي وصف جغرافي يتماشى معاه قد المكان بتاع خليج العقبة في البحرين عند قناة السويس أو السويس. فده أكتر مكان ممكن نوصف بيه مجمع البحرين، لأن احنا عارفين رحلته أصلا كانت في الجزيرة العربية. أوضح مكان يدل هو كان رايح فين، ده أحسن مكان يوصف بدقة شديدة هو كان رايح فين، السويس أو خليج العقبة. سبحانه وتعالى بيأكد كلامي دوت إن البحر والنهر ممكن تيجي بمعنى البحر في القرآن أو بمعنى اليم في الحالتين، بس اللي يفرق ما بينهم إن هو المكان ده بجانب قرية أو مكان يتعاش فيه أو بحر مفتوح. هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيذكر البحر الأبيض المتوسط في موضع النهر والبحر، بيقول ربنا سبحانه وتعالى عليهم وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ومرج البحر يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فالبحر هنا جاي عشان هو مكان متسع وبحر مفتوح، لكن اللي بيخلي ربنا سبحانه وتعالى يفصل بين الاتنين إنه بيذكر إن ده جانبه قرية وإن ده بحر مفتوح. يذكر في آيات معينة أن أغرق فرعون في اليم، أو أم موسى ألقت موسى عليه الصلاة والسلام في اليم، لأن كان في أماكن يتعاش فيها أو يتم العيش فيها سواء قرية أو مدينة. لذلك البحر الميت برضو هيقال عليه في القرآن وسل بني إسرائيل عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدوا في السبت فتأتي حيتانهم حين يثبتوا وإذا لم يثبتوا لا تأتيهم حيتانهم. دول اللي هم المسخوطين اللي ربنا غضب عليهم وحولهم إلى وجعلناهم قردة. انت كده ابتديت تفهم جغرافية القرآن لو ركزت في الكذا حاجة اللي أنا قلتهم لك دول. احنا عندنا سبأ أو اليمن، عندنا مصر أو مصر اللي هي الدولة واللي هي الفاصل ما بين آسيا وأفريقيا، وعندنا القرى الظاهرة اللي هي الجزيرة كلها، وعندنا بطن مكة اللي هي المسجد الحرام أو اللي هي مكة دلوقتي، وعندنا المدينة اللي هي القدس مكان المدينة الفاضلة، وعندنا القرى التي باركنا فيها غير الأرض التي باركنا فيها. الأرض التي باركنا فيها دي مدينة القدس، أما الأرض أو القرى التي باركنا فيها دي الشام. كده احنا يعني حاولنا نلم أكتر من كلمة في القرآن والجغرافيا بتاعتها اللي موجودة دلوقتي، منها جبل الطور أو جبل يهوذا اللي بيحيط أو بيحمي مملكة القدس. أشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.